إيران تعلن الاستعداد للحرب دفاعا عن العراق وتحذر الإرهابيين في سوريا من المساس بالمقدسات، والسفير الإيراني لدى العراق يفجرها ويقول: في حال تعرض العراق ومقدساته للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية ستدخل إيران في الميدان دفاعا عن العراق. في دولة القانون نور المالكي يعلنها بصراحة إسقاط النظام الشيعي بالعراق أمنية لن تتحقق، ونحذر من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد. النائب السابق في البرلمان فائق الشيخ علي في رسالة إلى الإيرانيين يقول: سلموا بلدي لأهله وأخرجوا بسرعة من دون حرب وإلا ستخرجون بالقوة. ومسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل ستبدأ بمهاجمة الفصائل